السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. كل سنة وانتم طيبين. النهاردة تسوعة وبكرة عاشورة. طبعا صيامهم ده ليه أجر كبير قوي، فما نحرمش نفسنا من الصيام اللي يقدر يصوم يعني. هعمل معاكم إن شاء الله عاشورة. جبت حلة حطيت فيها مية، وده نص كيلو قمح عاشورة. نقيته وغسلته، اديته شطفتين كده، وحطيت له 3 معالق كبار رز، واديته تقليبه وهسيبه يغلي. انا مش بنقع القمح، انا بسلقه على طول، يا دوبك انقيه واغسله واحطه في الميه من الحنفيه زي ما شفتوا كده، واغطي عليه واسيبه بقى يغلي. اول ما يغلي هطفي عليه واسيبه متغطي كده. هتشوفوه بقى بيبقى عامل ازاي. بص بقى، بيزيد بيشرب ميته وبيزيد خلاص كده، وبيفتح، بيبقى اجمل لما واسهل من لما تنقعيه. انت لو نقعتيه يوم بحاله عمره ما هيفتح ويبقى كده ابدا. طبعا الكمية كبيرة. انا طبعا يعني ولادي وجوزي وكده ما بيحبوش في ناس ما بتحبش العاشورة، وفي ناس بتحب البليلة. فانا هقسمها، هعمل جزء بليلة وجزء عاشور. الجزء اللي انا شلته ده هعمله بليلة ازاي. هجيب كيلو لبن واحط عليه واسكره وكده بقى بليلة. هنا بقى العاشورة برضو كيلو لبن اهو، ده يعتبر بقى ربع كيلو قمح. حطيت اهو 3 معالق كبار نشا بس كده، وهقلبه. اللبن ده انا ما غليتوش، انا جبته من اللبان حطيته في اللبانة وحطيت عليه ال3 معالق كبار نشا وقلبته كويس، وهضيفه بقى على العاشور بس كده. طبعا انا ولعت على الحل خلاص كده. هسيب احط له بقى السكر. انا حطيت كوبايه ونص، عايزه انتي تكتري تقللي دي حاجه براحتك. حطي اللي انتي عايزاه حسب الرغبه طبعا. قلبت اهو العاشورة بالسكر اللي انا حطيته، وهسيبه بقى يقعد يغلي بقى. افضل برضو اقلب فيه لغاية لما يغلي. اول ما يغلي احط له كيس فانيليا واقلبه كويس. انتوا لو لاحظتوا اهو هتلاقوه تقيل. انا ما حطيتش اكتر من 3 معالق نشا بس. قلبته تقليبه حلوة وهطفي عليه بقى واروح اغرفه في الاطباق اهو. جميل اهو. هنا بقى غرفته اهو في الاطباق. هسيبه بقى لغاية ما يبرد. بعد كده زوقه بقى بأي حاجة الموجود بقى عندك زوقي بيه. انا كان عندي زبيب وجوز الهند وجوز الهند، زوقته بيه. وبألف هنا وشفا، وكل سنة وانتم طيبين.